كن فضوليا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الوليدات والبنات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج ديالكم عمو عندي سؤال. مازال مستمرين مع الضيف ديالنا معاذ في تفسير ديال الحديث ديال النبي عليه الصلاة والسلام المشهور بحديث جبريل. هضرنا على الإيمان بالله، دابا حنا غاديين في الإيمان بالملائكة. هضرنا في الحلقات اللي فاتت على جبريل عليه السلام. في هذه الحلقة هذه إن شاء الله غادي نتكلموا على الملك إسرافيل، ودائما مع الضيف القدير ديالنا سي معاذ. مرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سي معاذ، كنا وقفنا في الحلقة اللي فاتت في الملك إسرافيل. هذا الملك إسرافيل شنو كتعرف عليه؟ نعرف ليه انه هو الملك اللي غادي ينفخ في الصور قبل يوم القيامه. جميل، هو الملك اللي غادي ينفخ في الصور يوم القيامة. معلومة صحيحة جدا. باش الوليدات والبنات يتبعوا معنا مزيان، اجي نجيبوا القصة ديالو من الأول، وقول لي أنت شنو هي أول حاجة تبغي تعرف عليه. بعدا اولا شكون هو هذا الملك؟ جميل جدا. هو بعدا اتفقنا أن الاسم ديالو إسرافيل. عنده شي اسماء اخرى ولا غير سميتو غير اسرافيل؟ صح، عنده السميه اللي مشهور بها هي اسرافيل، وعنده واحد السميه اخرى ذكرت في الحديث ديال النبي عليه الصلاه والسلام، كيتسمى صاحب القرن. كيقول النبي عليه الصلاه والسلام في واحد الحديث: كيف انعم وقد التقم صاحب القرن القرن. بمعنى المقصود انه شد القرن اللي هو الصور، اللي هو ذاك البوق اللي غادي يتنفخ فيه. فعنده الاسم ديال اسرافيل وعنده الاسم ديال صاحب القرن. هادو جوج ديال الاسماء. طبعا الاسم ديال اسرافيل مذكور في القران ومذكور في الحديث ديال النبي عليه الصلاه والسلام. المهمه ديالو اللي مشهور بها هي المهمه ديال اللي قلتي قبيله، ديال النفخ في الصور. عارف شنو هو الصور؟ لا. الصور هو واحد بوق وكيتسمى قرن. القرن او الصور او البوق، هادو كلهم مسميات لشيء. كي داير الشكل الحقيقي ديالو الله اعلى واعلم، ما عارفينش بالضبط كيفاش داير الشكل ديالو، ولكن اسرافيل هو اللي مكلف به. والنبي عليه الصلاه والسلام كيقول لنا انه ملي طلع في رحله الاسراء والمعراج لقى بلا اسرافيل مقرب الفم ديالو من داك البوق، يعني ان يوم القيامه قرب بالضبط. وهنا عتفهم الايه اللي كيقول فيها ربي عز وجل: اقتربت الساعه وانشق القمر. حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام ملي كيهضر على يوم القيامه كيقول لك: بعثت انا والساعه كهاتين. هادو قريبين بزاف لبعضياتهم، فهكاك يعني يوم القيامه قريب جدا، لكن بالضبط متى ما عارفينش. والنفخ في الصور هو وحده من الامور اللي صافي كتدل على ان يوم القيامه وصلنا. اسرافيل عليه السلام قلنا الاسم ديالو، وقلنا بعض الاسماء ديالو، وقلنا المهمه ديالو. اسرافيل هذا واحد من دوك الملائكه العظام اللي مقربون من عند ربي عز وجل. كاين جبريل، كاين اسرافيل، وكاين ميكائيل. هاد الثلاثه هادو دائما النبي عليه الصلاه والسلام ملي كان كينوض في الليل كيصلي قيام الليل كان دائما كيبدا كيقول: اللهم رب جبرائيل واسرافيل وميكائيل. دائما كان كيبدا بهم باش كتحس بالقيمه والعظمه ديال هاد الملائكه. والملك اسرافيل باش غينفخ في هاد الصور شنو غيوقع؟ مزيان. ملي غينفخ في الصور اشنو اللي غادي يوقع؟ هو قبل ما نقول لك ملي غينفخ في الصور شنو غادي يوقع، نقول لك بعدا واحد الحويجات قبل غادي يطراو. طبعا هو ملي غادي ينفخ في الصور كلشي غادي يفنى، بمعنى الدنيا صافي تسالات وغيموتوا كاع الناس، زعما كاع الناس كلشي غادي يموت الا اللي استثناهم ربي عز وجل. كيقول ربي في الايه: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. هذوك اللي ربي بغاهم انهم ما يموتوش هما اللي ما غاديش يموتوا، لكن قبل هذه النفخه غادي يطراو واحد 10 د الحاجات، 10 د الاشياء غادي يطراو. هاد 10 ديال الاشياء هما مقدمات على ان يوم القيامه قرب. هما 10. هاد 10 هادو ذكرهم لنا النبي عليه الصلاه والسلام في واحد الحديث رواه واحد الصحابي اسمه حذيفه بن اسيد الغفاري. حذيفه كيقول: اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن نتذاكر فقال: ما تذكرون؟ قلنا: نذكر الساعه. قال: انها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. 10 آيات اي 10 علامات، وهما هادو اللي كيتسموا علامات الساعه الكبرى. كيفاش زعما الكبرى هما اللي كيعنيو ان قربت بزاف؟ بالضبط، هما العلامات جوج الانواع. كاين علامات الساعه الصغرى وعلامات الساعه الكبرى. اول علامه من علامات الساعه الصغرى
بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ملي يعني تبعت النبي صلى الله عليه وسلم قربت. يعني راه قربت. وعلامات الساعة الصغرى كثيرة جدا، ما راه أكثر من كذا 60 علامة. وكاين علامات الساعة الكبرى. هاد علامات الساعة الكبرى كتبان وحدة مور وحدة وحدة مور، إلا بانت الأولى غتبع الثانية، بانت الثانية الثالثة راه موراها وهي غادا. هاد العشرة كيقول حذيفة بن أسيد الغفاري فقال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. قال وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. فهاد العشرة ديال العلامات نهار يبانوا بينهم وبين أن إسرافيل ينفخ وقت شحال ما عارفينش بالضبط، ولكن راه ما بقاش الوقت. وما بين ما بين زعما اول علامه الساعه الكبرى وما بين ان الملك اسرافيل ينفخ، باقي الناس كيقدروا يتوبوا بينات هذاك الشيء. احسنت تبارك الله عليك. دابا من العلامات ديال الساعه الكبرى طلوع الشمس من مغربها. الا طلعت الشمس من المغرب ديالها كيتسد باب التوبه صافي الناس كيبقاو غير صافي. ديك الساعه اللي مؤمن راه مؤمن كيبقى يكمل على الايمان ديالو، ولكن اللي كان كافر وبغى يرجع يتوب كيتسد باب التوبه. او اللي كان عاصي مثلا وبغى يرجع يتوب، الباب ديال التوبه كيتسد. كيقول النبي عليه الصلاه والسلام على الشمس فاذا طلعت من مغربها امن الناس كلهم اجمعون فيومئذ لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. صافي باب التوبه كيتسد في ديك اللحظه، لان ديك الساعه كاع على التوب. كان عاطيك ربي الفرصه انك تتوب ملي كان باقي هذه الامور عندك في علم الغيب. اما نهار شتي قدام عينك غير ما تتوبش. هادشي اللي وقع لفرعون. فرعون فوقاش قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به، حتى بدا كيغرق وشاف الموت قدام عينه، عاد رجع قال لي ربي الآن دابا عاد لا صافي ما بقاش. فالتوبة كتكون عندك يا إما قبل ما تطلع الشمس من المغرب ديالها، يا إما قبل ما توصل الروح للحلقوم. فدابا هاد العلامات ملي غادي يبانوا أتكمل آخر علامة إسرافيل غادي ينفخ في الصور. غيموتوا كاع الناس مسلمين كفار كلشي. تبارك الله عليك، سؤال ذكي جدا، برافو لك، احسنت. هما في الحقيقه ملي غادي ينفخ اسرافيل غادي يموتوا الكفار وديك المسلمين غيبقاو حيين. برافو لك، مش غيبقاو حيين. ربي عز وجل ما بغاش المؤمنين يحضروا لدوك المشاهد المرعبه، لان النفخه ديال الصور، النفخه الاولى اللي كتسمى نفخه الصعق اللي غادي يموتوا فيها الناس، المشاهد فيها راه مرعبه. راه كيقول ربي عز وجل اذا الشمس كورت، يعني في هذه اللحظات هذو ملي كينفخ اسرافيل هادشي اللي كيطرى. اذا الشمس كورت اي انطفأت وذهب ضوءها، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت طاحت، واذا الجبال سيرت فرتات، واذا العشار عطلت الابل، واذا الوحوش حشرت، واذا البحار سجرت، واذا بمعنى كيطراو مشاهد خايبه. وكيقول النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعه غرق وحرق وخسف، بمعنى كيكون مشاهد مرعبه. ربي عز وجل ما بغاش هذه المشاهد يشوفها المؤمنين. فشنو اللي كيطرى؟ اللي كيطرى هو انه قبل ما ينفخ اسرافيل في الصور ربي عز وجل كيصيفط واحد الريح زوينه طيبه، واحد النسمه زوينه، يبعث الله ريحا طيبه فتاخذ المؤمنين من تحت اباطهم، كان المؤمنين كيشموها، ملي كيشموها بحال كينعسوا، كتجيهم موته زوينه. الاخرين كيبقاو باقيين. دابا الكارثه شنو هي؟ هو أنه كيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على ظهر الأرض من يقول الله الله. ما كيبقى حتى شي واحد كيقول الله. وفي ديك اللحظة فين تهدم الكعبة؟ يجي جيش جاي من الحبشة، جاي جيش يهدم الكعبة. كيقول النبي عليه الصلاة والسلام يهدم الكعبة ذو السويقتين رجليه رقيقين، ذو السويقتين من الحبشة لكأني به زعما أنا دابا كنشوف هذاك الراجل، لأن ربي ورى النبي عليه الصلاة والسلام كاع شنو اللي غادي يطرى في الأرض حتى القيام الساعة. قال لي لكأني به ينقضها كيهرسها حجرا في هذه اللحظة هذه غيبقاو غير الكفار. تما كينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور. ملي كينفخ الصعقة الأولى صافي كلشي كيموت إلا من استثناهم الله عز وجل اللي هما حملة العرش. كيبقاو الملائكة، ما كيبقاوش زعما الناس. لا كلشي كيموت، لا الناس كلشي كيموت، ما كيبقى حتى شي واحد ما كيموت، حتى شي واحد ما كيبقى عفوا، كلشي كيموت. الملائكه كيموتوا. كيقول ربي اسمع ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الارض، اللي في السماوات واللي في الارض الا من شاء الله، الا اللي بغى ربي. هذا اللي بغى ربي شكون؟ حمله العرش، جبريل، اسرافيل، ميكائيل وملك الموت.
هادو اللي كيبقاو. وزعما وهادو شكون غيقتلوا، شكون زعما كيفاش غيموتوا؟ هاد كيفاش غادي يموتوا هي اللي غادي نشوف انا وياك ان شاء الله في الحلقه الجايه، لان الوقت ديال الحلقه تسالى. عقل على السؤال مزيان وما تمشيش بعيد. الوليدات والبنات تبارك الله عليكم، نتمنى ان الحلقه تكون بالنسبه لكم ماتعه وتكون جاتكم خفيفه. ما تمشيوش بعيد لان الحلقه الجايه ان شاء الله بغيتكم تستناوها بشغف ان شاء الله، انا والضيف ديالي سي معاذ. تبارك الله عليك. الى اللقاء الوليدات، السلام عليكم.